اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده يوم جديد وروتين جديد. هنعمل احلى فطار القرنبيط. هنعمل قرنبيطه زي ما انتم شايفين، قطعناها حتت وهنسلقها. بعد ما نسلقها طبعا هنصفيها. هنعمل المكونات بتاعت او الخلطة بتاعت القرنبيطة. هنعمل طماطميتين، هنجيب بيضتين ونص معلقة كمون، هنحط معلقة ملح، حوالي 5 فصاص او 6 فصاص توم. طبعا السلقة القرنبيطة زي ما انتم شايفين كده، وهنغسلها عشان هي تبرد طبعا، وهنسيبها تتصفى كويس. وهنعمل الخلطة زي ما قلت لكم، هنعمل طماطميتين وهنصفيهم بالمصفايه، ما ناخدش القشر بتاعهم، ناخد اللي هي الميه بتاعتهم بس. طبعا الطماطم دي انا هضربها في الخلاط من غير ميه كتير، يعني ميه قليله خالص. حطينا عليهم كام فص الثوم، نحط ملح وفلفل وكمون زي ما انتم شايفين كده. ده فلفل اسود. حطينا ملح، ده ملح. هنحط فلفل اسود وهنقلب هنكسر البيضتين وهنخلط التخليطه دي كويس، وبعد كده نحط عليها دقيق زي ما انت هتشوف كده. احنا مش هنحط دقيق كتير، يعني هنعمل الخلطه بدقيق خفيف، هتبقى كده يعني مش تخينه، هتبقى زي نظام الحريره كده الخلطه بتاعتها. هنكسر البيضتين، فيهم بيضه طلعت فيها بيضتين. هنكسر البيضه التانية اهي، يعني انا دول بيضتين. هنقلبهم كويس في بعض، وبعد كده نضيف عليهم الدقيق. لازم تخلطوا الخلطة كويس خالص زي ما انتم شايفين كده. نخلطهم خلطة حلوة كده كويسة، وبعد كده نضيف عليهم الدقيق. طبعا مش هنحط كمية كتيرة دقيق، عشان احنا عايزين الدقيق يكون يعني هيكون يعني مش كتير، يعني احنا عايزين الدقيق يبقى خفيف. الخلطة عايزينها تبقى يعني ولا تخينة ولا خفيفة، يعني هنعملها وسط كده زي ما انت هتشوف كده. بصوا، دي الخلطة بتاعت القرنبيط. وهنضيف القرنبيط. طبعا القرنبيط احنا ما بنحبش القرنبيط الصاحي. الله اكبر، الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ده صلاة المغرب يا جماعة وانا بمنتج الفيديو. زي ما انتم شايفين كده هنحط هنجيب طبعا القرنبيط، طبعا زي ما انتم شفتوا كده، هنحطه على العجينة اللي احنا عملناها، الخلطة اللي احنا عملناها، وهنبتدي نقلي فيها. طبعا هنقلبها تقليبة حلوة كويسة كده ببعضيها. انا هقلب المعلقة يا جماعة، مش هقلب بايدي. في ناس بتعمل القرنبيط ده زي الطعمية كده بالايد كده، وتحط فيه في الطاسة. لا، انا هحط بالمعلقة زي ما انت هتشوف دلوقتي. هنعمل كمية حلوة. القرنبيطة دي صغيرة، يعني مش كبيرة. طبعا هنحط زي ما انتم شايفين اهو بالمعلقة. طبعا حطينا الزيت كده لما اتجدح كده خالص. ما تحطيش القرنبيط والزيت بارد، لازم الزيت يبقى سخن عشان ما يشربش معاكي زيت. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنحط نملى الطاسة. يعني هنحط ونملى الطاسة زي ما انت هتشوف كده. بنوسع كده عشان نحط تاني. طبعا نحط كمية حلوة.
زي ما انتم شايفين كده. طبعا ملينا الطاسة. طبعا لازم الزيت يبقى مقدوح كويس، عشان ايه؟ تحط فيه القرنبيط ما يشربش منك زيت، وفي نفس الوقت يبقى مقرمش وحلو. لما الزيت يبقى بارد القرنبيط تشرب الزيت ويبقى معاكي طري كده ومش كويس. لكن لما الزيت يبقى مقدوح تحطيه يبقى مقرمش وحلو. هو هيبقى مقرمش وحلو، هيبقى مقرمش من بره، بس هيبقى طري حلو خالص من جوه. زي ما انت هتشوفوا كده. انا هوريكم الكميه كلها لما اجليها واخلص، وبعد كده هوريكم هنعمل احلى فطار. هنعمل بطاطس وهنعمل مدمس، وهنعمل هنعمل فطار. ده طبعا فطار يوم الجمعه. جمعه مباركه عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا يوم الجمعه ده بيبقى يوم مميز. بنتلم كلنا طبعا، ونبقى نعمل فطار، احلى فطار كده زي ما انتم شايفين. طبعا طلعنا الكمية، وهنجلي باقي الكمية طبعا اللي فاضلة. طبق هيطلعوا طبقين زي ما انت هتشوفوا. لونه حلو زي ما انت شايفين، لونه اصفر كده. مش غامق ولا فاتح، لونه كويس. هنحط الكمية الباقية دي اللي فاضلة وخلاص على كده. طبعا احلى قرنبيط هنعمله ان شاء الله. احلى فطار يوم الجمعة واحنا متجمعين كده ان شاء الله. نوصل لحد هنا يا جماعة يحط اللايك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد مني، عشان قناتي تكبر بيكم معاكم ان شاء الله بإذن الله. يا احلى متابعين في الدنيا، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. انا بشكر كل حبايبي اللي بيدعموني، وكل اللي بيديني لايك بشكره خالص. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا حطينا باقي الكمية، هنقلبها كده، فككناها طبعا من بعضيها. اول ما تحمر هنقلبها. ده المدمس هنسويه كده، هنهرسه كده ونحط له ملح وسمنة ونظبطه كده وليمونة. زي ما انتم شايفين كده طلعنا باقي الكمية اللي احنا قلناها. طبعا طلعوا طبقين زي ما انتم شايفين. لازم تصفي الزيت منه عشان يبقى حلو. طبعا زي ما انتم شايفين خلصنا قلي القرنبيط. هوريكم البطاطس. طبعا احنا حاطينها في الجلاية، قليناها نحطها في الطبق. احنا بنفضل قلي البطاطس في الجلاية، لان تبقى صحية وطعمها حلو. متبقاش شاربة زيت ولا اي حاجة زي ما انت هتشوفوا. ما تبقاش شاربة زيت معانا في الجلاية، مقرمشة وحلوة. هنعمل احلى فطار زي ما انتم شايفين. ده البطاطس وده القرنبيط والمدمس، طبعا هنجمر عيش. هنحط مخلل زي ما انتم شايفين. بصوا هش من جوه، مش معجن ولا حاجة، استوى حلو وطعمه لذيذ. وبالهنا والشفا كل اللي كل منه. وكده الفيديو بتاعنا يبقى خلص، واشوفكم على خير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وروتين جديد باذن الله. واحلى متابعين في الدنيا، ربنا يديمكم في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.